السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة مع فيديو مهم جدا. أفضل طريقة لعلاج مرض السالمونيلا. تمام؟ فالله يكرمك لو أنت بتعاني من انتشار مرض السالمونيلا عندك وبتزهق وما بتعرفش تعمل معاه إيه، فالنهاردة هنقول لك على أبسط شيء تستخدمه لعلاج السالمونيلا. تمام؟ أديني بكرر السالمونيلا. تمام كده، عشان الناس بيختلط على الامر ما بين الروشه او المرض الفيروسي والمرض المعوي اللي هو السالمونيلا. تمام، فالله يكرمك لو انت مهتم بعلاجات الحمام وعاوز تعمل وقايه دوريه لحمامك من مرض السالمونيلا، يبقى الفيديو ده موجه لحضرتك. هنتكلم الاول عن علاج مرض السالمونيلا وبعد كده نقول لك الوقايه منها ازاي. لكن قبل ما نخش في موضوع الفيديو حابين ننوه، لو انت اول مره بتشوفنا اتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس، وما تنساناش من اللايك بتاعك الجميل. اللايك بيفرق معانا وبيرفع الفيديو، بيخلي اكتر حد يشوفه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله على بركه الله، نبدا. طب يا جماعه مبدئيا كده، مرض السالمونيلا هو مرض معوي بكتيري. تمام كده، مرض ايه؟ معوي بكتيري. افضل ادويه لعلاج السالمونيلا قلنا نمره واحد في المقام الاول هو البامفلور. تمام كده، بامفلور ده بيطري، ماشي، ده بيطري. فالله يكرمك ده جرعته من سنتي لسنتي ونص على اللتر. تمام. طيب لو احنا عاوزين نعالج فردي هندي 4 نقط في الفم لمده 5 ايام كل 12 ساعه. طب لو احنا هنعالج جماعي، مع اني انا ما بفضلش علاج جماعي، لان مرض السالمونيلا لو انت عندك 20 جوز حمام كبير وهيجي معاك في 4 5 فرق، استحاله الحمام كله يجيله سالمونيلا. ما تقنعنيش. لو الحمام كله عندك جاله اسهالات ولقيته تعبان، ده مرض فيروسي. المرض البكتيري فرد 2 3 4 5 بالكتير. تمام. فانا هنتكلم عن ايه؟ العلاج الفردي. علاج فردي 4 نقط في الفم لمده 5 ايام كل 12 ساعه. تمام كده، بس كده لا. وطبعا عندنا لازم مهم جدا مهم جدا تستخدم مضاد سموم. مضاد سموم ده ممتاز جدا، وده كمان ممتاز جدا. ده بتاع شركه الفارس. تمام، اسمه ايه؟ كولينكس. الجرعه 1 سم على اللتر. تمام كده، وده انتي دوت اهو، او اهو بالعربي. تمام كده يا جماعه، اي واحد فيهم تستخدمه. كولينكس شركه الفارس، البيج بتاعه موجود على الفيسبوك، يشحنوا لك لحد عندك، او في اي عياده بيطريه تجيب ايه؟ انتي دوت. الجرعه 1 سم على اللتر لمده 5 ايام. تمام كده يا جماعه، يبقى العلاج 4 نقط في الفم كل 12 ساعه وسنتي على اللتر. مضاد سموم بيولوجي، اديني بكرر اهو، مضاد سموم بيولوجي، عشان الناس بتغلط وبتجيب مضاد سموم فطريه، وده مش بتاعنا احنا، ده بتاع الفراخ يا جماعه. مضاد السموم الفطريه بتاع الفراخ. طب ما نستخدم ايه للحمام؟ اسمه كده، تروح للعياده البيطريه تقول له لو سمحت عايز مضاد سموم بيولوجي. تمام كده، وتاكد عليه قوي. ادي نوعين اهمت، وانت وراحتك، مش بجبرك على دول، المتاح عندك هاته. طب اجيب لتر يا ابو هاجر ده سعره غالي يا باشا، روح قول له هات ب 50 جنيه مضاد سموم بيولوجي، وقول له هات ب 50 جنيه او ب 100 جنيه بامفلور بيطري. ما لقيتش بامفلور يبقى كوليبرين، ما لقيتش كوليبرين يبقى عندنا المنتج ده كمان كويس جدا. تمام. انيروكسان الماده الفعاله اللي فيه انيروفلوكساسين، ممتاز جدا برضو للامراض المعويه، وفيه بيشتغل برضو الامراض التنفسيه. تمام كده يا جماعه، انيروكسان شركه الفارس برضو كويس جدا، سنتي على اللتر او 4 نقط في الفم كل 12 ساعه. تمام كده يا جماعه، لو انت عندك اكتر من حاله عندهم سالمونيلا وعازلهم في مكان لوحديهم وعاوز تشتغل جماعي، هتحط سنتي على اللتر او سنتي ونص لمده 5 ايام. تمام. وما تنساش مضاد السموم، حتى لو تخفوا بميه وتنقط لهم في الفم كل 3 نقط. تمام كده يا جماعه. طيب كده احنا خلصنا من علاج مرض السالمونيلا، واديني بكرر اهو، لو انت عندك فيروسي واديت مضاد حيوي الحمام هيموت. لو مش عارف تشخص اتواصل مع اي حد يشخص لك الحاله. وبكرر لك اهو، لو المرض انتشر عندك في القطيع كله ده فيروسي. السالمونيلا ما بتجيش غير 4 5 فرق فقط لا غير. تمام. نيجي بقى لكورس الوقايه. لو انت عاوز تقي حمامك من مرض السالمونيلا اللي هو المرض المعوي، تمام كده، وخد بالك السالمونيلا والكوليستيريديا نفس الاعراض تقريبا ونفس طريقه العلاج. تمام كده. طيب الكوليستيريديا مش الكوكسيديا، عشان الكوكسيديا حاجه ثانيه خالص. ماشي، احنا بنتكلم على الكوليستيريديا والسالمونيلا، نفس طريقه العلاج.
طيب لو انا عايز اعمل وقايه يا ابو هاجر من مرض السالمونيلا، ينفع ادي مضاد حيوي كل شهر وقايه؟ ممنوع. مفيش حاجه اسمها وقايه مضاد حيوي. طب الصح ايه يا ابو هاجر؟ الصح عشان تقي نفسك من مرض السالمونيلا اللي هو اصلا موجود في اي كائن حي. انت وانا عندنا بكتيريا السالمونيلا في الامعاء. الحمام وكل الكائنات الحيه عندها بكتيريا السالمونيلا في الامعاء، هو من مكونات جسم الكائن الحي. تمام كده؟ يعني هي موجوده بس لما بتنشط بتعمل معاك مشاكل معويه، احنا عندنا بنسميها تعنيه، او بيبقى عندك اسهال او برد معوي، ده سالمونيلا اصلا. كده بكتيريا السالمونيلا عندك اتنشطت عملت لك مشاكل معويه، هم زينا. طيب لو انا عايز اعمل جدول وقائي للحمام بمرض السالمونيلا، مضاد السموم ممتاز جدا، مره كل 10 ايام، ماشي، يعني 3 مرات في الشهر، يمنع لك السالمونيلا. بس كده يا ابو؟ لا، انت السبب في السالمونيلا. السالمونيلا اخطائك اللي بتقع فيها، مش بتنظف للحمام يجيب سالمونيلا، بتحط اكل ملوث، اكل مش صحي، تمام، يجيب سالمونيلا، عدم تغيير الميه كل يوم يجيب سالمونيلا. يعني نعمل ايه يا ابو هاجر؟ نظافه مستمره وتطهير. نمره 2، اكل كويس نظيف من مصدر موثوق فيه، تمام، ممنوع علف، ممنوع عيش، لان بيبقوا حاملين طفيليات وحاملين بكتيريا بتجيب او بتنشط بكتيريا السالمونيلا. تمام كده؟ الميه تتغير كل يوم، ولو في الصيف وحاطط فيها علاج تتغير كل 12 ساعه. اديني بكرر اهو. تمام كده يا جماعه؟ في الشتاء كل 24 ساعه. طيب ايه تاني يا ابو هاجر؟ لو عايز ادي حاجه وقايه، قلنا مضاد سموم بقى مره كل 10 ايام، ان شاء الله مش هيجي لك كده سالمونيلا. تمام؟ طيب بس لا، ممكن نعمل مخلي الكزبره، كزبره، ماشي، وتغليها ما يجيلكش سالمونيلا. الكزبره مطهره للبكتيريا المعويه اللي هي بكتيريا السالمونيلا، تمام. ممكن تدي منها مره كل 10 ايام، ممتازه جدا. اللي هي الكزبره الحصى دي، عارفها؟ بتتباع عند العطار، قول له هات ب 5 جنيه كزبره حصى، حطها على لتر ميه مغلي ووطيها لحد ما تبرد، صفيها، حط على كل لتر ميه كوبايه. ممكن تحط لتر ميه مغلي كزبره على جردل وتمسح منه للحمام مره كل 10 ايام، ان شاء الله ما يجيلكش مرض سالمونيلا. تمام كده يا جماعه؟ فالنهارده قلنا ايه؟ علاج السالمونيلا، وقلنا 3 انواع ادويه. طب ما فيش حاجه بشري يا ابو هاجر للسالمونيلا؟ في يا باشا، هنعمل لك فيديو تاني بشري، انتظرنا وهنعمل لك فيديو بشري لعلاج السالمونيلا. ماشي يا جماعه؟ المره دي احنا كل الادويه اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده، ماشي، ادويه بيطريه، تروح العياده ببطاريه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هات لك ب 50 جنيه او ب 100 جنيه من كل نوع. وما تنساش تسال الدكتور البيطري على جرعه العلاج، او تقول له جرعه قد ايه على اللتر، عشان كل شركه بتختلف عن شركه ثانيه. هو بيقرا اللي مكتوب على العبوه زي كده، بيقرا المكتوب على العبوه يقول لك الجرعه كذا على اللتر وفرتي قد كذا، ماشي، عشان ما تجيش تقول لي يا ابو هاجر انا اديت جرعه وسمعت كلامك طلعت زياده. تمام يا جماعه؟ فده كان فيديو النهارده، العلاج والوقايه من مرض السالمونيلا. وخد بالك نقطه كمان، السالمونيلا المفصليه البانفلور نمره واحد فيها، اللي هي السالمونيلا المفصليه، تمام. لو عايز تدي منها علاج، تدي لمده 5 ايام 4 نقط في الفم كل 12 ساعه، وبعد كده تدي خميره. وخد بالك وانت بتعالج السالمونيلا تشيل التحديق من قدام الحمام، ده مهم جدا جدا جدا. وتحاول تدي كلفه ناعمه، لو عندهم سالمونيلا ادي كلفه ناعمه، ويفضل ذره عويجه بس. وده كان فيديو النهارده، شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. لو انت اول مره بتشوفنا وعجبك محتوى القناه، ودي قناتنا الجديده يا جماعه، تمام، اعمل لنا اشتراك عليها واعمل تفعيل الجرس ليصلك كل جديد، واثبت حضورك معانا في التعليقات باي شيء تؤجر عليه. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.